السلام عليكم. الرئيس تابون يودع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. ودع رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون رئيس جمهورية جنوب أفريقيا في مطار هواري بومدين الدولي. بن قرينة يسمي مخرجات زيارة رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر. أشادت حركة البناء الوطني بقيادة رئيسها عبد القادر بن قرينة بزيارة رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر ومخرجاتها، حيث تكللت بالتوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى رسم معالم شراكة استراتيجية بين البلدين لبناء أفريقيا جديدة تعزز التعاون والتكامل بين دول القارة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. استعراض مجال التحول الرقمي بين الجزائر وتونس. استقبلت الوزيرة المحافظة الثانية للرقمنة مريم بالمركز الدولي للمؤتمرات سفيان وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسية بناء على طلبه، وذلك على هامش القمة الوزارية للطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد في الجزائر، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين. عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري 38 لدول أوبك. يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أعمال الاجتماع 57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة. ويبحث الوزراء المسؤولون عن النفط في الدول التسع الأعضاء في الجزائر مدى التزام الدول بتخفيض الإنتاج المتفق عليه لشهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك طبقا للقرارات التي اتخذتها أوبك بلس ضمن جهودها المشتركة لتحقيق الاستقرار لسوق النفط العالمية. شباب بلوزداد يعود بفوز ثمين من أبيجان. فاز شباب بلوزداد على حساب الملعب الإيفواري في الوقت الذي انتهت فيه مباراة الأهلي أمام أورلاندو بالتعادل.